احنا بنضيع عمرنا نزرع في اراضي بور، وبنهمل شجرنا اللي مضلل علينا وله جذور. الجمله اللي فاتت هي الجمله اللي بدات بيها رساله فادي ويليام، شاب مصري عايش في هولندا. عايش هو واسرته، يعني فادي سافر في الاول وبعد كده جاب اخوه، بعد كده جاب اخوه التاني، وبعد كده راحوا جايبين والدتهم، فبقوا الاسر كلها عايشه في هولندا. كل واحد فيهم متجوز وقاعد في حته مختلفه، ووالدتهم برضو ايه، يعني بتتنقل بالعيش بين الاخوات الثلاثه، هنا شويه هنا شويه هنا شويه. فادي بيحكي بيقول ان هو بيشتغل في هولندا بقاله سنين طويله، سواق باص، سواق اتوبيس نقل ركاب يعني. في مره وهو ماشي كده فراح لقى، عدى كده جنب مكان فيه جنازه مقابر، مجموعه مقابر. فبيبص كده فراح لقى في حد بيدفن، والحد ده في ثلاثه بس هم اللي حاضرين الجنازه بتاعته، ثلاثه فقط، ثلاث اشخاص بس. فالموقف ده علق كده في دماغه، ايه ده، هو ممكن الواحد لما يموت يطلع من الدنيا مفيش غير ثلاثه بس هم اللي زعلانين عليه؟ يعني الثلاثه اللي واقفين بيدفنوا الشخص بيعيطوا عليه بحرقه، فواضح ان هو فعلا كانوا بيحبوه يعني. فازاي واحد يطلع من الدنيا وهو كل رصيده من الدنيا ثلاثه بس راحوا العزاء بتاعه او رايحين يدفنوه؟ الموضوع ده وجعه قوي واذاه قوي يعني، واذاه جدا بشكل مخيف. وخصوصا كمان ان هو كان وهو موجود هناك في هولندا حصلت مشاكل بينه وبين اخواته الاثنين التانيين، مشاكل دخلوا كده في تجاره مع بعض وبتاع، فاختلفوا. هو اختلف يعني، هو في ناحيه والاثنين التانيين في ناحيه، ووالدته ما كانتش عارفه توفق بين الاثنين، بين الثلاثه، فراحت ايه يعني، خدت موقف الحياد يعني. فهو كان حاسس ان هو لو مات، قاعد يقول بينه وبين نفسه، انا لو مت النهارده الصبح محدش هيجي جنازتي، يعني حتى اخواتي دول مش هيجوا جنازتي. فحس قد ايه انك انت ممكن تكون فقير عايش حياتك دي كلها بالطول وبالعرض، وبتحاول انك انت تسترضي الناس وتصاحب ناس وتتعرف على ناس، وفي الاخر مين اصلا هيكون همه امرك؟ فكر في فكره كده مجنونه شويه، فكره مجنونه. هو بيقول حتى ان هو خدها ان هي حصلت قبل كده في امريكا، يعني هو بيقول ان انا قلدت حد عملها قبل كده في امريكا. وفكره مجنونه، وانا عارف ان هي مخالفه قانونا ومخالفه للشرع ومخالفه لاي حاجه، مخالفه للدين ومخالفه لكل حاجه. بس عقلي كان هيتجنن من المنظر بتاع الجنازه اللي شفته يعني. فعمل حركه كده وراح قال ان هو اتفق كده مع مراته كمان طوعته على الجنان بتاعه ان هو مات. يعني بلغ كده في نطاق اسرته وفي نطاق المعارف وفي نطاق كل الناس ان هو مات. قرار مجنون وقرار يعني متخلف في الحقيقه، بس هو وصفه كده ان هو قرار متخلف، وصفه كده في رسالته يعني. لكن قال لك انا عايز اشوف الناس مين اللي هيزعل عليا، مين فعلا اللي هيكون حزين عليا. الفكره ان فادي كان بيراهن نفسه وبيراهن مراته وهو بيلعب اللعبه دي، ان اصحابه بتوع الشغل اللي هو ياما سلفهم وياما وقف جنبهم وياما كان في منتهى الجدعنه معاهم، اكيد هيكونوا موجودين. ما دول برضه اصحاب عمر يعني، في الاخر انا مصاحب واحد بقالي 10 15 سنه، وحد تاني ساعدته في جوازه، وحد تالت وقفت معاه لغايه ما خليته جاب اسرته برضه لهولندا، اكيد دول كلهم هيقفوا معايا يعني. فكان عنده كده قناعه ان ايه، ان الناس دي كلها هتقف معاه وبتاع، او هيجوا يعزوا فيه او هيزعلوا عليه بجد يعني. المهم عمل تمثيليه، كمل الفيلم والتمثيليه دي، وعمل مراسم كده في كنيسه من الكنائس، ان ايه، كانه خلاص بقى مات وهيدفن، ومراته راحت وكانت بتعيط واتقنت الدور تماما يعني. راحوا وفوجئ هم موجودين في الكنيسه، هو بقى بيراقب الموضوع من بره من بعيد يعني. فشاف مين اللي جه اخواته الاثنين، والدته، واثنين صحاب بس، صحاب حقيقيين يعني، منهم واحد مصري وواحد هولندي. دي المحصله اللي جت. والدته عندها مشكله في رجليها، عندها شلل في رجليها، ورغم كده راحت الدفن، ما كانتش قادره تقف على رجليها اصلا، ما كانتش بيسندوها، وكانت بتعيط عليه بمنتهى الحرقه. اخواته الاثنين جم وكانوا بيعيطوا عليه بمنتهى الصدق والحرقه، الاثنين اصحابه جم وكانوا بيعيطوا عليه بمنتهى الحرقه. بقيه الناس بقى، الدوائر الكتير الفارغه اللي احنا محاوطين بيها نفسنا، او هو كان محاوط بيها نفسه، محدش ظهر في الموقف ده، محدش ظهر، لا اللي كان مستلف منه فلوس او اللي كانوا مستلفين منه فلوس ما ظهروش، ولا اللي هو ساعدهم، ولا اللي ساعدهم في جوازهم، ولا خمسه. فادي بيقول اتعلمت من الموقف ده انك مهما كانت الخلافات اللي بينك وبين الناس اللي من دمك، في الاخر مالكش غير اهلك. في الاخر مش هيزعل عليك قد اخوك وابوك وامك. في الاخر مش هيزعل عليك غير واحد، اعتقد مش هتطلع من الدنيا غير بصاحب او باتنين بالكتير. سيبك من همبكه العدد واللمه الكدابه، في الاخر هم دول اللي هيقفوا جنبك، وهم دول اللي هيزعلوا عليك، وهم دول اللي هيهمهم امرك. بالمناسبه هو برضو كان من الصدق من الامانه ان هو يقول ان والدته بعد ما عرفت ان هو حي وان هو كان عامل تمثيليه جالها ازمه قلبيه، وان هو ندم اصلا ان هو عمل التمثيليه دي، لو انك شافت له حقائق كتير ندم يعني، حس ان هو ايه، لعب بمشاعرهم يعني، وزعلت منه فتره طويله. اخواته الاثنين زعلوا منه بجد بقى يعني، خصموه بجد يعني فتره طويله لغايه ما بعد كده قدر يصالحهم. لكن هو بيقول انا كنت محتاج اعمل التجربه دي لشيء في نفسي، انا المنظر الجنازه اللي شفتها وانا ماشي بالاتوبيس جنني، فكنت عايز اعرف انا مين هيقف في جنازتي، مين هيكون واقف في ظهري، عشان يكتشف الحقيقه المؤلمه دي. زي ما بدأ رسالته بنفس الجمله، هو ختمها برضه بنفس الجمله. احنا بنعيش وبنضيع كل سنين عمرنا بنزرع في اراضي بور، وبنهمل الشجر اللي مضلل علينا
واللي له جذور. كلمات من نوعيه صديقي او قريبي او اخويا او حبيبي كلمات تقيله ليها فروضها وقوانينها اللي بيجبروك تختار اصحابها بعنايه. في كتير من العلاقات مش بيبقى مهم خالص انت شايفهم ازاي، لكن بيبقى الاهم والضروري تكون عارف انت متشاف ازاي. هدر المشاعر على الناس الغلط هيجبرك تتغرس في دوائر المصالح والاستغلال، وللاسف واحده واحده نورك هينطفي عشان متوجه في اتجاه مش شبهك ولا كان ولا هيكون. وفي لحظه الجد هتستغرب وتقول زي ما قال صابر الرباعي: وين اللي كانوا اعز الحبايب.